حبيباتي المشاهدين، أنا عمار دبا وهي حلقة جديدة من شو هالأسبوع. وعن جد شو هالأسبوع مليان مفاجآت. أولها أنه أحمد الشرع صار رئيس سوريا بالمرحلة الانتقالية. الشرع رئيسا لسوريا الجديدة. إي والله، الشرع رئيس سوريا الجديدة. معلم سعول بترتاح، عمل هيك. وما كانت ليلة عادية. من غامض علمه قالوا لنا القائد بده يلقي كلمة، بعدين أعلنوا عن انطلاق مؤتمر انتصار الثورة السورية. انتصرت؟ مرة تانية؟ وقعدت استنى وعلى ترقب وقلق. بعدين قلت لازم ريح أعصابي، خليني نام مغناطيسيا. حتى الآن الإدارة الجديدة تقدم تصريحات جيدة ومقبولة، وتقريبا تتجاوب مع مطالب المجتمع السوري. وتوقعت شوف مؤتمر النصر بمنامي، بس شفت قطار النصر. وإذ في على طنة التليجرام، لأنه ما بيكفينا ري بالتنقيط، صار كمان الخطاب بالتنقيط. بس بعدين بلش الخطاب. قبل بضعة أشهر تهيأت لي دمشق كالأم المتفانية ترمق أبنائها بعين المستغيث المعاتب. ثم ذهبنا إلى الغوطة مع رفقاتي في الصف وشربنا الهلاجوس. ليش عم تحكي لي منامك؟ بلش الخطاب ولا لسه فيديو الحبش شغال؟ الأول في مطلع آذار، حيث وعدت. شوفي، لا طلع عن جد مبلش الخطاب. 5 دقايق معلم، موزونين على البكلة، 10/10 على الإملاء، 10/10 على التشكيل، و10/10 على الأحرف اللسوية مو النسوية، مشان ما تتوتر مدام دبس. بس الفيلم مو بالخطاب، بالعواجل اللي بلشت تهل علينا، كلها مفاجآت. انتصار الثورة، وحل البرلمان، وتوقيف الدستور، وسقوط الاتحاد السوفيتي، وانتصار الحلفاء، ووفاة حافظ الأسد، وطلاق أم عصام من أبو عصام. لكن بتقول له فشرت؟ ايه مو ظابطة. وطلعوا قادة هالفصائل عملوا لنا عرض فصائل جوت تالنت، واخترنا لكم أقوى عرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله. لك بعد السلام عليكم دغري خربط. وكمان سمعنا انه 18 فصيل حلوا نفسهم بمؤتمر النصر. تقول بنطلون جينز شغل حلب بحل دغري من اول غسله. بس اكبر مفاجأة واللي ما حدا كان متوقعها، ابدا مو متوقعينها، هي تعيين احمد الشرع رئيس للجمهورية العربية السورية للفترة الانتقالية. تعيين؟ مين هذا اللي عيان؟ دادا اللي خربط، نفس اللي قطع، نفس اللي فت وسمى. ان شاء الله ما ناكل ختيار مدبل، بكفينا الطوش. وانتشرت الأفراح في ديارنا وتحققت النبوءة. ورجعنا للمربع الأول. وبحمص كانت الفرحة فرحتين. لا يعني كان بشرة خير إن شاء الله على الشعب الحمصي بامتياز، خصوصا إنه هالقرار طلع بيوم 4، ونحن معروف عنا يوم الأربعاء عيد، والحمد لله لا صار العيد عيدين. وتاني يوم صاروا 3 فرحات، لأنه ألقى سيادة الرئيس خطابه الأول وخبرنا إنه استلم مهامه بعد 54 يوم من تحرير سوريا، مشان ما يستمر الفراغ الرئاسي. بلبنان استمر الفراغ 2 ونيف، والحمد لله البلد دب ألف خير. وخبرنا سيادته إنه استلم الرئاسة بعد مشاورات مكثفة مع خبراء قانونيين. أوكي. ونذكر بالخطاب عدة أشياء مهمة، مثل تشكيل حكومة انتقالية ومجلس حكم تشريعي مصغر ولجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني. وبالعموم الخطاب كان كتير إيجابي، وحصلنا فيه كسوريين على وعود واضحة إلى حد ما بنقدر نبني عليها. لأنه الاتحاد الأوروبي، وبرغم أنه رفع العقوبات عن عدة قطاعات منها حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة، ولعام واحد بس ربطها بسلوك الإدارة الجديدة على سياسة ماما إذا بتجمع منيح بالبكالوريا بجيب لك موبايل. يا رب يكون قاهر الدمعة. وعلى سيرة الهدايا، مو بس الشعب السوري بيجي هدايا. هيدي الطلبية صبايا عن إذنكم بدنا إياها تخلص بسرعة. تعي شوفي، هيدي عم تنعمل للأستاذ أحمد الشرع، الزبون طلبها وأخذها على سوريا. يا سائل عثروا المجد دراجوا من عنا. وزارنا أمير قطر كأول زيارة لزعيم عربي للرئيس الجديد، هو اللي فك عنه النايلون.
وهلت التبريكات علينا بالرئيس الجديد من السعودية والإمارات وعمان والكويت والأردن والأخ. باسمي وباسم أهل الشيشان مبارك لأهل الشام وسيد أحمد الشرع. الله أكبر. ونحن أكيد تفاجأنا بالرئيس الجديد، بس قلبنا كان حاسسنا، لأنه الأسبوع الماضي زار وفد نسائي من الجالية السورية بأمريكا الشرع بالقصر، وتصور معهم كأنه باتمان واقف بين الأشرار. ولأول مرة التقوا بزوجته السيدة لطيفة الشرع، يلي طلعت حمصية من بيت الدروبي. مرته حمصية وأخوه اسمه ماهر. أنا عم قلكن بس مو قصدي شي. وانفلج الإعلام إنه العمى باتمان طلع متجوز ووحدة مو 3. وسألوا أحد المشاركات باللقاء عن السيدة لطيفة. لم نسمعها، سمعنا الكثير على السوشيال ميديا من تكون وأن هناك 3 زوجات وغيره من هي لم تشارك بالمناقشة، ولكن على هي سيدة جميلة وأنيقة، ويعني لقيتها مناسبة جدا لتكون السيدة الأولى إذا إن شاء الله وصلنا إلى حكومة ديمقراطية منتخبة. والله لا بعرفك ولا شفتك من قبل وما حكيتي باللقاء، بس هيك قلبي لهفلك سبحان الله وحاسستك خرجت تصيري السيدة الأولى. وكمان الأسبوع الماضي شهد حل تنظيم مرتبط بالقاعدة. إيه النقلة عجيبة بعرف، من السيدة الأولى للقاعدة، بس هذا اللي عنا فريق الإعداد بيحط الأخبار بسلة وبيسحب. المهم الأسبوع الماضي حل تنظيم مرتبط بالقاعدة نفسه ومسمين حالهم حراس الدين. راحوا الحراس الجول فاضي يعني. وعلى سيرة الحراس صار في شوية شروط لزيارة مقام السيدة زينب. رسم الزيارة حتى تزور 10,000 دولار. مو انت تحب زينب تحب تزورها مشتاق لها تدفع 10,000. نعم. ثاني شيء كفيل مع فيزا 10 أيام، كل يوم تزور ساعة، تطبير ولطم وشعارات ويا عباس ويا فرناس ويا حسين. ما بي تبكي بكاء أوروبي، ما تجعر وتجوعر يا عباس زينب، ممنوع. كمان الأسبوع الماضي زارنا وفد روسي واجتمع مع الشرع، لأنه على قولة إليسا It's okay، وروسيا دولة صديقة واللي فات مات. والمباحثات كانت إيجابية، وهالشي كان مبين على وش بوغدانوف السمح. وبرغم انزعاجنا جميعا من التواصل السوري الروسي، بس في حدا مزعوج أكثر منا كلنا من هالتواصل. يا عليك سحمارة قدي. كمان الشيباني صرح انه تواصل مع إدارة ترامب، بس ما بيقدر يحكي لنا عن محتوى التواصل، ومعه حق بهاللقطة. شو بيعرفنا شو الصور اللي بعت له اياهم ترامب؟ والأسبوع الماضي شهد عودة العقيد سامر المصري على الشام بعد 14 سنة غياب، وكان لقاء عاطفي وجميل وحماسي. واللي عادينا يا ويل، واللي عادينا يا ويل، بدو صوبك عبر العقيد من حماسه هو وصف بعراضته، بتحسه ضيف لهلوب هيك فات لعندك على البيت وهو عمل القهوة والضيفة وشربها. والعقيد مثل العادة بيضة. رح ننهض؟ رح ننهض بإذن الله، وأنا العقيد وشكلي ما بحكي. حلوة الثقة. بلشونا الحلقة. علاقة الإنسان بالماضي عجيبة، حتى البشر عملوا لها كلمة خصوصي، نوستالجيا، يعني الحنين إلى الماضي. يا ريت يرجع الزمن الجميل، يا ريت يرجع إيهاب توفيق، يا ريت ترجع أم كلثوم، يا ريت يرجع الكازوز، يا ريت ترجع أم كلثوم عم تشرب كازوز. بس أحيانا النوستالجيا بتكون مبالغ فيها، يعني في ناس بيحنوا لشغلات مو كتير ظريفة، مثل بيتمنى ترجع بدلة الفتوة أو الفيات 131 أو بقابل تواليت. وعلى سيرة بقابل تواليت، الأسبوع الماضي طلعت إشاعة إنه رجع ماهر الأسد. رجع ماهر الأسد رئيس لنا وحياة العذراء. يا الله، عندي فضول شوف وش العذراء لما تدرى إنه اسمه واسم ماهر الأسد انحطوا سوا بنفس الجملة. وحياة نادي دموعي ما عم تنشف من الفرحة يا ربي. طولي بالك بس. أنا ما فرحت بحياتي قد هاليوم وحياة أولادي. بحياتك ما فرحتي هالقد؟
قديش حياتك تعيسة يا مدام؟ معقولة ولا مرة فرحك جوزك بزيارة على شاليهات رأس البسيط وقرصك هنيك الناموس المتوسطي أرصى من هي اللي بالدنجر؟ يا حرام يا مدام، والله أنت مو بحاجة لماهر الأسد، أنت بحاجة لجوز جديد بيحب رأس البسيط. عند البعض ما كانت إشاعة، كانت حقيقة. ماهر الأسد أخوه لبشار الحافظ الأسد رئيس السوري السابق، نزل على الساحة، نزل على الطرطوس، نزل على الدقية، نزل على الجبلة. مين هذا الحافظ الأسد؟ معقول إخوات هن جميل وحافظ والحافظ؟ بعدين ماهر نزل على الصاحي؟ شو يعني شلح البيجامة؟ نزل على الطرطوس، على اللاذقية، على الجبلة، لك وجعني راسي من قلة تعريف. عمل بده إياه، هذا ما تكتب له تعليقات، هذا كذب، ما في شيء كذب. النظام السابق بده يرجع يستلم. ايه الصادق البعيد. وفي البعض طار عقلهم وما خلوها بقلبهم وسفقنا فيديو 13 على أساس. وأقول لكم يا أطفال الجولاني، شو ابكوا الطموا لك يا فرحة ما تمت. نا شو طقوا موتوا يا أطفال الجولاني. هلأ غالبا أطفال الجولاني عم يلعبوا معه حولي مولي. الإشاعة كانت قوية لدرجة إنه ضربت فيوزات البعض. حبيباتنا ما تحكلوا للهم، جاي الحلفاء، جاي علي بن أبي طالب شخصيا يقاتل بسوريا، جاي ينحر النحر بسيفه. علي بن أبي طالب شخصيا؟ طيب يبعت موفد من طرفه، إذا بوتين بعت موفد ما أجا شخصيا. بس والله منظر رومانسي، طالعين سوا من حميميم، 3 روس من هون و3 روس من هنيك، وبالنص ماهر وجنبه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه شخصيا. إيه الإشاعات لكم ساعة فوتت الناس بالحيط رسمي. جواب العالم كلها عم تحط علم سوريا القديم الجديد. هلا نحن مع مين؟ يعني نحن بدنا نحط علم سوريا هلا ولا بنرجع على الثورة ولا يعني نحن سوار هلا ولا شبيحة؟ مين نحن؟ مين انتو؟ لأنه مثل ما شفتوا اللي عم ينقلوها عم يحكوا بثقة ونانا وحركات وتفاصيل وهليكوبترات وقاعة حميميم وانسحبوا أطفال الجولاني، وانعكس هالشي على نفسية شباب الأمن العام. مبين كتير متأثرين. هلأ هون بنسأل حالنا ليش في عالم فرحانين لخبر رجعة ماهر الأسد؟ يعني الزلمة لا قائد عسكري خايض معارك ولا متحدث مفوه بحاضر بأكسفورد ولا سياسي محنك مدوخ موسوليني بزماناته. يمكن أبدا، أنا نظريتي ما بتخيب أبدا، أنا أنفي لا يخطئ. شرفنا. أنا موسوليني مدوخه بزماني. فبناء عليه معناتها الناس اللي فرحانين برجعة ماهر ممكن يكونوا مو كتير أذكياء. مين بدي أعطيكم مثال؟ أيوه، بالمناسبة أنا حضرت شوي من البودكاست تبع كندا حنا، وجعني مخي. لا انتبهوا، مو قلبي مو راسي، مخي وجعني مخي. حسيت الاي كيو تبعي هبط. يا رب الله يخليك، بس أعطيني شوية راحة. يا جماعة مين بيدعي لله وبيقول له يا الله يخليك؟ قيمونا من الست كندا ونرجع ليلي فرحانين بإشاعة رجعة ماهر. خيو غير المهاطيل عندك الطائفيين والمنتفعين، وهدول بعتقد ما في خلاف عليهم، بالتالي صار عنا مهاطيل وطائفيين ومنتفعين 3. بس في طرف رابع كل يوم نشوفه وما بنحكي عنه، الخايفين. انتم فاكرين الست اللي جوزها ما أخذ على راس البسيط بتحب ماهر الأسد على رجاحة عقله مثلا؟ هي خايفة ومثلها كتير. وإذا بدكم الحق الكل خايفين، مو بس الأقليات، حتى الأكترية، وتحديدا اللي عم يهوبروا منهم طول النهار، لأنه اللي مو خايف ما بيهوبر. وحاليا الحديث عن أسباب هالخوف مو مهم قد ما ندور على العلاج، لأنه الشعب السوري ما تمرمر وتأخر انتصار ثورته 14 سنة إلا لأننا منخاف من بعض أكثر ما نخاف من النظام. هالأسبوع طلعت مظاهرة بحمص عند الساعة الجديدة عم بتطالب بدولة إسلامية. الشعب يريد دولة إسلامية، الشعب يريد دولة إسلامية. وهي مو أول مرة بتصير مطالبات بدولة إسلامية، مثل مو في مطالبات بدولة علمانية أو دولة مدنية أو والحمد لله دائما هالمطالبات تترافق بنقاشات حضارية خير الله. ليش عم تضرب؟ أنت ليش عم تضرب؟
وهالنقاشات ضرورية لأنه بدنا نعرف شو رح يكون شكل الحكم بسوريا. كل الناس بدهم يعرفوا، كل الناس، حرفيا كل الناس، حتى داعش. لأن النظام النصيري سقط الآن، ما هو نظام الحكم الذي ستطبقه الفصائل في سوريا الحرة؟ إن قلت الشريعة فأنت لا تعرف الثورة أو لا تعرف الشريعة. غالبا اللي عم بيطالبوا بدولة إسلامية بيقولوا أخي نحن معظمنا مسلمين، أو أخي حكمتنا الأقلية 60 سنة، هلأ صار وقت حكم الأكترية. بس هالحكي للأسف غير كافي لنبني دولة. بعتقد لازم نسأل سؤال مهم، شو يعني دولة إسلامية؟ طيب مين الدول الإسلامية اللي بدنا نصير مثلها؟ أفغانستان شي؟ أكيد لا، وبعتقد متفقين على هالشي كلنا. بتمنى نكون كلنا يلي بفهموا انه بدنا نصير بلد قوي اقليميا وقادر يحط راسه براس الدول الكبيرة ويحمي شعبه من التدخلات الخارجية، شي مثل تركيا مثلا. فخامة الرئيس، الكثير من العرب يجد صعوبة في الجمع بين الإسلام والعلمانية كما تفعلون في تركيا، كيف تجمعون بينهما؟ الدولة تكون علمانية، هذه نقطة مهمة، والعلمانية تعني التسامح مع المعتقدات كافة من قبل الدولة، والدولة تقف على المسافة نفسها تجاه الأديان كافة والمعتقدات كافة. العمى طلعت تركيا علمانية ونايمين على السيرة كل هالأيام؟ لا حبيبي، عطينا غيرها يستر عليك. خلص خلينا نسحب ورقة من قسم التعليقات. الشرع عمك، قولي واحدة غيرها، أمك. ماليزيا معلم، بلد عمل نهضة كبيرة بزمن قياسي وصار مضرب مثل لكل الدول الإسلامية. الحكم ملكي دستوري يتداول دوريا على رأس 9 ولايات كل 4 سنوات بين 9 سلاطين. حلو، نظام دستوري. بس طلع معنا بالبحث انه ماليزيا توصف بانها دولة ذات هوية اسلامية دستورية، لكنها لا تطبق الشريعة الاسلامية كنظام حكم شامل. فيها قانون مدني وفي محاكم شرعية مختصة بالمسلمين بقضايا الزواج والورثة وخلافه. وشو كمان؟ توجد 3 مناطق ذات حكم فيدرالي في ماليزيا. فيدرالي؟ أعوذ بالله من كلمة فيدرالي. ما بدنا فيدرالي، هي تبع الانفصاليين. أخي عطونا أمثلة تانية، أمثلة عن دول ناجحة ومعروفة. تسألني اليوم عن مصدر إلهام سوريا الجديدة، وعلى ذلك أقول إننا لدينا سنغافورة. حلو، سنغافورة بلد حديث، الاقتصاد قوي ومستوى المعيشة فيه عالي جدا. العمى حتى هي طلعت شغل كفار. طيب معناها شو ضل عنا؟ ورؤية 2030 للمملكة العربية السعودية. حلو، السعودية دولة إسلامية وشعب مسلم. حتى السعودية عم تتغير. طيب شو بدنا نعمل؟ والله يا جماعة بحثنا ودورنا، وحتى مرقنا على كل التعليقات وقرينا كل المسبات وما استفدنا. بالأخير لقينا بلد إسلامي، وهالبلد فعلا نجح يعمل نظام حكم مع مؤسسات دولة ومرجعية للشريعة الإسلامية وصناعة وتعليم ومن مجاميعه. الحمد لله يا رب. أنو بلد؟ ولي طيب، من الواضح أنه القصة مو شوربة، لذلك قبل ما ننزل نتف ببعض بقسم التعليقات ونتظاهر ونطالب بدولة إسلامية، خلونا نتفق شو يعني دولة إسلامية، شو مكوناتها، فيها وزارة مالية ولا ديوان خراج، فيها وزارة داخلية ولا حسبة، فيها دستور ولا قاضي شرعي، لأنه في ناس بيعادوها وفي ناس بيسروها. الحاصله اللي بيطالب بشي ضروري يعرف بشو عم بيطالب. بأول التسعينات بلشوا العالم بسوريا يركبوا دشات ليلقطوا القنوات الفضائية. السبب الحقيقي انه ما عاد تحملنا البرامج الترفيهية تبع القناة السورية الأولى. إبراهيم موسى في اللاذقية قدم غسالة ABM. معامل مارديني قدم مجموعة من الدفايات والشفاجات. معامل المنارة. وبلشوا السوريين يتفرجوا على الدنيا، وعلى امبارح شفت على الهوت بيرد شلون كانت سارتك على البولسات وعلى سلطنة يا معلم. طب غم اجت المخابرات ومعهم صاروخ كهرباء بيوصلوا على ساعة الكهرباء تبعك، وبلشوا قص بهالدشات وحلقوا كل الأساطيح على الناعم. لما سألنا ليش هيك عم يعملوه، قال بسوريا كل شيء ممنوع من الدولة حتى يثبت العكس،
ونفس الشيء هلا لتثبت ثوريتك. انت شبيح حتى يثبت العكس، وشوف شو بدك تعمل لتثبت ثوريتك. كنت تتابع شيء اخبار ادلب؟ كله كنت اتابعه. اولهم عبد الباسط ساروت. عبد الباسط الساروت. ايش بيساوي عبد الباسط الساروت؟ بنحبه. الله ايش بيساوي هو؟ هو اللي قام الثوره. هو اللي قام الثوره. على راسي. الله يسعدك. انت اقوى مكوع في التاريخ. لك انا معلم، طالما راح على الحمار نحن كلياتنا اخوه هون. على راسي والله. هلا المصيبه اذا كان عندك راي. بص يا اسطى، ده رايك ودي تيزك، هناخد رايك هنحطه في سيرة. والمصيبه الاكبر انك تقول هالراي، دغري بيقولوا لك الطومه بترتاح، هلا طلع لك لسان، هلا سمعنا صوتك، ما شفناك ايام بشار. نحن والله طلبنا نشوفك بس سيادتك كنت مشغول بكمالة ال 25 مليون سوري اللي عم تراقبهم. هلا قبل التحرير كان نطاق تغطية كلمة شبيح بيتضمن الشبيح عن جد والمؤيد حاف والرمادي الساكت. اما هلا كلمة شبيح هي اي حدا ما عجبني حكيه. يعني عم تعترض على ملف المعتقلين؟ شبيح. مو مقتنع بسياسات الحكومة الانتقالية؟ شبيح. عندك مشكلة مع تاريخ الهيئة؟ شبيح. بتحط بطاطا بالشاورما؟ شبيح وما بتعرف طعم التمة. وإذا اقتنع أحدهم إنك شبيح خالص معلم، ما في شي بيطالعك منها. حتى لو كنت دكتور بالغوطة بالمشفى الميداني وعم تسعف الناس وقت الكيماوي وجبرك النظام تشهد زور بلاهاي وهو مختطف أهلك وعم يهددك فيهم، ما شفناك أيام بشار. والمشكلة إنه اللي عم يتهمك مو انه كان كتف بكتف مع الساروت مثلا، لا معلم، طالب 11 بتركيا قاعد بأوضته بالباس الطويل عم يلعب ببجي وامه عم تنق عليه ينزل يجيب سطل اللبن. الجولاني عمك، ايه قوم رد على امك. حبيبي، تضحيات الثورة تقدمت مشان الكل يحكي بحرية، فلا تزاود على طيزنا يستر على حبايبك، لأنه طالما أنا وإنت عايشين لهلا فأكيد في حدا قدم للثورة أكتر مني ومنك، وحتى اللي ما قدم وحب هلأ يقدم فيا ميت أهلا وسهلا. ليش عم تقطع بنصيبنا؟ حزير شو، قوم سناول سطل هاللبن قبل ما ينفق أبي يحيى. أنا عمار دبا وهذا كان شو هالأسبوع، استنوني بشو الأسبوع الجاي.